لك حبي وفؤادي، بلادي بلادي. ازيك يا استاذ مستشار؟ ازيك يا استاذ تامر؟ ايه الاخبار؟ يعني مش مبسوط، حزين على بلدي، حزين على مصر، حزين على الرمز لما يتهان في بلد. الرمز ده ممكن يكون الاب، ممكن يكون المدرس، ممكن يكون الناظر، ممكن يكون رئيس الجامعه، ممكن يكون العميد، ممكن يكون الاستاذ. لما نهينه بيتهيألي يبقى احنا في موقف صعب. طيب، يعني هذه البداية أنا محترمها جدا في حضرتك، وفكرة الرمز دي على إطلاقها فكرة يجب أن نحترمها. احنا بنقول دايما يجب أن نحترم رموزنا. قداسة البابا يحترم، مش المواطن نفسه، ماليش دعوه بالشخص، المكان. شيخ الأزهر يحترم، نختلف ونتفق معاه. القاضي عندما يدخل قاعة المحكمة قد يكون شاب عنده 30 سنة، وقد يكون في القاعة قاعد وزير أو محافظ أو شيخ كبير أو أستاذ في الجامعة. عندما يقول محكمة كله بيقف. مظبوط. بيطفي السيجارة، بيطفي التليفون. أنا ما بقفش عشان علي ولا محمد القاضي، أنا عشان الرمز، هذا رمز العدالة. اسمح لي بس في البداية، اتفضل، عشان أنا جاي أتكلم النهارده بصراحة كعادتي يعني عشان ما حدش بس يزايد تاني. الشباب ضد الفساد وضد الظلم، ده كتاب مرتضى منصور 25 عام ضد الفساد، بقاله 8 سنين معمول. بحكي فيه كل الفساد اللي هم ما يعرفوهوش عشان ما حدش يزايد. على فكره الغلاف ده انا اللي مصممه، تصميمي. حضرات الساده الطغاه، العداله. حضرات الساده الطغاه العداله واقفه ورا القفص بتعيط والميزان مال. في سنه 1984 تقدمت باستقالة مسببة أثبتها في محضر الجلسة، وقلت أن القانون في مصر لا يطبق إلا على الضعفاء الفقراء. الفساد قد استشرى وصرح العدالة يهتز. 84. وأنا أشعر الآن أنني سأظلم، واستقلت. ما كانش بيجيب 4 جنيه، فمش عشان ما حدش يزايد. ده رقم واحد. طب أنا لا، قبل خلينا واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة، ما ورناش حاجة. ليه انا حاسس، ومش بس دلوقتي، وانا سمعت مداخلات حضرتك في بعض التلفزيونات قبل كده، ليه حاسس دايما ان انت بتكرر الكلمه دي عشان ما حدش يزايد؟ عشان هقول لك ليه. انت في حد زايد عليك؟ يا سلام، اي حد دلوقتي بيقول كلمه حق يبقى عميل وخاين وعميل النظام. النظام هو فين النظام؟ يعني رئيس مبارك، طب ما هو رئيس مبارك ماشي في سبتمبر، تمام، هيعمل لي ايه؟ انا اسف يعني، ما هو انا يعني انت لما تيجي تقول كلمه حق في وطن موجوع، وانت احد ضحايا هذا النظام. لما الدكتور كمال درويش سقط وجم سالوني عليه بعد ما سقط، قلت مش لن اتحدث عنه، وقع من على الحصان. انا اتمنى اللي هنتكلم عنهم دلوقتي كانوا فين والنظام في منتهى القوه والعنفوان. الاخوه اللي بيقولوا قالوا كلام غريب جدا. هو يعني ما عملش حاجه في ال 30 سنه، هيعمل في 6 اشهر. طب وانتوا كنتوا ساكتين في 30 سنه ليه؟ طب ما انتوا ايضا كنتوا ساكتين 30 سنه. طب انا عايز افصل بس اكمل بس. طب انا هنكمل بس عشان نخلص من قصه المزايده دي. انت دلوقتي ما بتتكلمش عن الشباب. لا دي هنتكلم عن الشباب. ايوه، ما انا مش عايز ادخل كله في سله واحده. جزء هنتكلم جزء. لا انا هتكلم هفصلها لك. تمام. ده الهيكل، وده البرادعي، وده الاخ ايمن، واحد ايوه، علشان بس عشان دي القوه في فئه لوحدها كله بيتكلم باسمها، ودول اللي هم الشباب. لا ما حدش يملك ان يتحدث عن الشباب الا هم الشباب. مظبوط يا استاذ تامر. 87 في عز جبروت زكي بدر وزير الداخليه، رحت عملت له محضر في الاسم، اسم شرطه الدقي، اعتقلني 91 يوم ما عملش حاجه، لغايه من محكمه امن الدوله العليا حكمت باخلاء سبيلي والغاء قرارات الاعتقال، وقالت ان الراجل ده ما عملوش حاجه. زكي لما ينتقم منه ده، وده كان في العصر دون، وكنت بنام في زنزانه حقيره في سجن المزرعه. 87 ما كانش بقى دلوقتي زي كده، دلوقتي بقى كويس يعني. واحد. 2 97 رفضت ان ادافع عن عزام، وعلى فكره كتب ده في مذكرات، نشرت مذكرات عزام جاسوس اسرائيلي، ونشرها الاخونا وائل براشي في صوت الامه. قال لك اخواتي راحوا له ورفض $1,000,000، وخدت ورقه من نقابه المحامين هي شرف لي ان ادافع عن الحق الشعب الفلسطيني وشعب مصر ضد اسرائيل، لانه كان اللي بيتسمع في المحكمه هو صوت الخونه للاسف الشديد. العالم كله سمع، وانا
نترافع امام المستشار محرم درويش رئيس المحكمه عن اسرائيل التي بدات المذابح ضد المصريين والفلسطينيين من 48 مذبحه دير ياسين الى مذبحه قانا 97 لان كانت لسه قانا الاخيره ما جبناش ليها خلاص. ودبرت لي قضيه، قعدت 17 يوم، الرجاء العربي حبسني 17 يوم في سجن الاستقبال، كنت بنام مع الولاد المتبرشمين والعيال اللي بياخدوا صراصير ويشوف دورة الميه يقول لي شايفك. طيب ما هنا سؤال، انا في حد سالني لما اتشاف مرتضى منصور على احد الفضائيات من 3-4 ايام وهو بيقول احنا سعداء بالاصلاحات وبالانجازات وبالتغييرات اللي حصلت، بس برضه ما نهنش الرمز وما نهنش الرئيس وما نهنش مبارك. قال ده الراجل، انا اسف في اللفظ يعني، قال اتروق 3 مرات في السجن بالزبط. في النظام ده المفروض يبقى مكانه في ميدان التحرير. شوف انا مكاني في قلب مصر مش في ميدان التحرير. ليه بقى؟ هقول لك. كل الولاد قالوا دول الشبان، انا قلت هقوله لك دلوقتي، انا قلت لك ادي كتابين، حضرات ساده الطغاه وضد الفساد. تمام. ده كتابين دول موجودين يعني مش جاي اعملهم النهارده. كل اللي الشباب بيطالب بيه وزياده انا كاتبه هنا. ومفيش حد اول قاضي يستقيل في العالم من على المنصه هو الحمد لله كنت انا. ما كانش في جيبي الا 4 جنيه. لكن الحمد لله ربنا كرمني الحمد لله. لكن لما تيجي النهارده وتتحدث وتقول ان احنا عندنا مشاكل خلاص، وبعض الاخوه ينتقمون من النظام الان وهم يتصورون انهم ينتقمون من النظام ولكنهم ينتقمون من مصر. ليه بقى؟ شوف انا قلت لك اتحبست مرتين والثالثه طبعا معروفه. طب ممكن تقول لي بس بعض الاخوه علشان انا عايز هقول لك هجيب لك واحده واحده. انا واحده دلوقتي، انا ما تقلقش عليا. لما تيجي النهارده تديني 3 سنين سجن وتقول اصل انا قلت لفراش رئيس المحكمه مجلس الدوله حسبي الله ونعم الوكيل، طبعا وطلعت في الزون معاك قلت يا جماعه امال لو قريت القران كله ده انا هاخد اعدام. وكان الثمن ان انا طلعت قلت في التلفزيون رقم 10 هيخرب مصر. بقول تاني، فسالني المذيع مين رقم 10؟ قلت احمد نظيف الطويل واحمد عز القصير، حطهم جنب بعض الاثنين دول هيخربوا مصر. وقد حدث ولكن ربنا ستر. رحت دفعت ده ثمنه غالي في السجن. تعال بقى ناخد المشهد قدامنا مع الفرق شويه، لان اللي عمله احمد عز يعني يفيض به لو انت جبت حواري مع سيد علي في المحور في 48 ساعه يوم 16/12 ما كانش حد يتخيل هيحصل ايه في 25 يناير طبعا. وقلت له وانا قاعد كده يا احمد عز، انا مش بقول كده، الناس كلها شافتني انا فيها شيء لله، انت بتفتري في ربنا. احمد عز تصور انه كن فيكون. اي حد يا تامر يتخيل الحرفين دول كن فيكون ده ربنا سبحانه وتعالى. لو انا تصورت ان انا استغفر الله العظيم خلاص هذه النهايه طبعا. هذا الكفر اللي كان بيدير الانتخابات من اللابتوب يا بيه انا ناجح ومكتسح الانتخابات مفيش هزار. لا خليني بلاش شخصيا. لا مش عايز اقول لك ايه. ومع ذلك لما الاف مؤلفه طلعت عشان تولع في مضرام قلت لا، العربيه دي هتولع بوليس انا بدفع ضريبها وانا مجروح. العربيه دي ملاكي ده بتاعت واحد غلبان دكتور ولا مهندس عملها جاب ثمنها بالعافيه. المنشاه دي بتاعتنا وفضيت الناس. تعالى بقى ناخد المشهد قدام. طيب قبل المشهد انا معايا تليفون من واحد اعتقد الشعب المصري محتاج انه يستمع اليه بعد ما ثار لغط في الفتره الاخيره، وهو واحد الحقيقه الناس كانت بتحبه الى ان صدمت بهذا القرار اللي صدر في حقه، وهو تجميد امواله ومنعه من السفر رغم انه خارج البلاد، المهندس رشيد محمد رشيد. وانا الحقيقه توقفت النهارده لان انا كنت بتفرج له على حوار عامله مع CNN شبكه الاخبار الامريكيه الشهيره جدا وواحد من اهم البرامج الامريكيه، برنامج رقم 1 مشاهده في امريكا، وقال كلام رصاصه في السواده على الاداره الامريكيه وعلى اوباما شخصيا. مساء الخير يا باشمهندس رشيد. مساء الخير يا تامر، ازيك؟ ازي حضرتك؟ وتحياتي وتحيات المستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا سياده الوزير. مساء الخير يا استاذ مرتضى. اهلا بيك. اولا حضرتك اللي طلبت اجراء الحوار مع CNN ولا هم اللي طلبوا الحوار يا فندم؟ لا هم اللي طلبوا الحوار. هم اللي طلبوا الحوار. حضرتك قلت، لان انا يعني شكيت في لغتي الانجليزيه وفي الترجمه لما سمعت الحوار، حضرتك قلت ان موقف اوباما يتصف بالغباء. فعلا طبعا البرنامج اللي هو برنامج GPS للمذيع فريد زكريا اللي هو اشهر مذيع في امريكا واشهر برنامج في العالم النهارده اخباري، وكان سؤاله الاول ليا يعني ما تقييمك لنداء الرئيس اوباما بان السيد الرئيس يتخلى عن منصبه في هذه الفتره. ايوه. فكان ردي واضح وقلت له يعني انا يعني راجل اصبحت غير مسؤول النهارده في الدوله،
استطيع ان انا اتكلم على راحتي، وبالتالي انا بقول ان موقف الاداره الامريكيه وموقف الرئيس الرئيس اوباما يتصف بالسذاجه ويتصف بالغباء، لان ما فيش شك ان تاريخ تدخل امريكا في شؤون الدول كان دائما بينتهي بكوارث. وامريكا يعني تاريخها في التدخل في شؤون الدول معروف لكل الناس، واحنا مش محتاجين ولا رئيس اوباما ولا امريكا ان هم يقولوا لنا نعمل ايه في مصر. طب ايه اللي يلزمك يا باشمهندس رشيد ان تقول هذا الكلام وانت فعلا دلوقتي خارج الصوره ومش من مصلحتك لا تدافع عن الرئيس مبارك ولا عن الحكومه؟ انا بص يا تامر، شوف انا حزين وكلنا حزناء على طبعا وضعنا في مصر، ولكن في نفس الوقت احنا عايزين طبعا نخرج من هذه المحنه، ولا اتصور الكلام اللي بيقوله رئيس اوباما ولا امريكا ولا دول ثانيه يعني. انما هو طبعا سأل عن امريكا بصفه هذا البرنامج في امريكا. ايوه هيفيدنا في شيء، بل بالعكس بيضرنا. وانا قلت احنا محتاجين من العالم كله ان هو يقف جنب مصر، فعلا احنا محتاجين العالم يقف جنبنا ويساندنا، ولكن يجب ان يترك للمصريين بكل طوائفهم الحل لهذه المشكله. سألك عن توقعك للأحداث في الأيام القادمة، ومصر هتبقى عاملة إزاي؟ هل هتستقر، هتهتز، هتبقى أقوى؟ مفيش شك، هو سألني طبعا، وانا واثق يعني، وانا قلت واعترفت ان احنا يعني لما بننظر يعني ما حدث في الاسابيع اللي فاتت يجب ان احنا نعترف، وبرضه انا هنا بتكلم بقى كواحد يعني مواطن مصري. ايوه. ان الاصلاح اللي تم في الفتره اللي فاتت كانت هناك نيه سابقه في اصلاح اقتصادي واصلاح سياسي. ولكن الغلطه اللي تمت، وانا يعني بقولها ويمكن كثيرين من الناس يعلموا يعني وجهات نظري فيما يخص بالذات الشباب. أيوة. الغلطه الاساسيه اللي تمت في الفتره اللي فاتت ان احنا ما اتحناش للشباب قنوات شرعيه ان هو يخش فيها في منظومه السياسه. غلطة معلش تاني يا فندم، معلش دي مهمة. غلطة الحكومة السابقة أنها لم تتح، مش بس الحكومة الحكومات، الحكومة والحزب والمجتمع بأكمله. احنا النهاردة مجتمع للأسف احنا يعني فتحنا صحيح قنوات من ناحية الحرية الرأي، وفتحنا الانترنت، وفتحنا كل يعني أساليب التعبير، ولكن اتصور ما كانش عندنا الثقه الكافيه في الشباب. وانت تعلم يعني حتى في اطار عملي انا كنت بتكلم قد ايه على اهميه دور الشباب. صحيح. وحتى رغم اللي انا عملته واللي غيري عمله، ولكن لم نتح للشباب قنوات شرعيه ان هم يمارسوا منها سياسه ويعبروا فيها عن رايهم. شباب مصر شباب واعي، وشباب مصر هو المستقبل، وشباب مصر هو النهارده اللي هيعمل مستقبل مصر. جالك اي رد فعل من الاعلام الامريكي او من المجتمع الغربي على ان انت تنتقد، ويعني مش تنتقد بشراسه، الرئيس الامريكي في الاعلام الامريكي؟ كتير، انا كلموني ناس كتير من امريكا حتى ومن دول ثانيه وايدوا موقفي، لان هم يعلموا تماما ان هذا التدخل من جهه الاداره الامريكيه تمام مش في محله. واحنا النهارده يعني احنا النهارده مقتنعين ان احنا في مرحله تحول. صحيح. وخلاص يعني احنا مرينا ب10 ايام، ولكن النهارده اليوم اللي بنعيشه مختلف تماما عما كنا عليه من 10 ايام. طبعا احنا دايما باصين لقدام. والرئيس مبارك طلع من 4 ايام وقال بمنتهى الوضوح خطوات محدده لعمليه التغيير في الفتره القادمه. طيب. وانا قلت في هذا البرنامج برضه مصلحتنا ان الرئيس مبارك يستمر في منصبه لنهايه مدته. وانت اكيد مش عايز حاجه من الرئيس مبارك، ولا طالب تعيين ولا طالب استعاده؟ أنا مش عايز حاجه من حد، انا عايز مصر، ولكن انا واثق ان النهارده وجود الرئيس مبارك لنهايه مدته والتزامه، واحنا شفنا على الارض في ال3-4 ايام اللي فاتت خطوات بتتخذ، وجوه اختفت ووجوه جت، ويعني مساعي كثيره بتحدث النهارده على الساحه فعلا لتطبيق منظومه انتقال يعني سلميه وانتقال يعني ايجابيه بالمجتمع في الفتره الجايه. طيب باشمهندس رشيد، نكون واقعيين. اتفضل. البديل ايه يا تامر؟ يعني البديل النهارده لو لم يكن للرئيس مبارك وجود في الفتره الجايه، البديل هو الفوضى والقبض في المجهول. طيب ده وجهه نظر تحترم، بس خلي برضو الحوار الدائر ما بين النظام والسيد عمر سليمان والقوى الشعبيه والسياسيه هي اللي هتوصلنا في النهايه لتحديد المصير. طب انا بقول لحضرتك عشان كده وجهه نظر تحترم. بس قول لي يا باشمهندس رشيد، انا بقول وجهه نظر ايه، وبقول ان انا النهارده لازم اقتنع
مفيش النهارده دوله. لازم بص نغير كلنا فكرنا. أيوة. احنا ما اديناش شباب مصر الحق الكفايه. ايوه مستقبل اي دوله بيبقى بيعتمد على الرؤيه للمستقبل وطاقه وحماس الشباب. مظبوط. احنا للاسف قعدنا فتره طويله بنبص ماشيين لقدام واحنا بنبص لورا. ايوه بنبص لورا بنتكلم عن الماضي وامجاد صح، الماضي، خصوصا لما تكون دوله وإنجازات نسبه الماضي. الشباب فيها يقارب ال 60%. ايوه، ولكن انظر بقى في القيادات عندنا قد ايه. كام عندنا النهارده قيادات في كل الاماكن، ليس فقط في الحكومه. في كل مكان. احنا يعني للاسف يعني عندنا تمييز ضد السن. يعني انت النهارده بتعين الناس بالاقدميه. ده مصطلح مش بالكفاءة رائع، في تمييز الكثير. ضد السن او تمييز ضد الشباب. طبعا صح. احنا بنعين الناس مش بالكفاءه، وانت سمعتني اكتر من مره قلت احنا مش هنتقدم الا مظبوط. لو حطينا طيب انا عايز اسال حضرتك بس النفسية. عشان ما اطولش مع حضرتك واثقل عليك، انا عارف ظروفك طبعا دلوقتي يا باشمهندس، بس حضرتك قلت في بدايه الكلام انا حزين لما يحدث، بس مع هذا الحزن على فكره الهزه اللي حصلت وبعض التجاوزات اللي حصلت في حق بعض الاشخاص، لكن ألست سعيدا بكم الاصلاحات وكم الانجازات اللي كل الشعب المصري كسبها خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ طبعا، ولكن انا حزين ان احنا يعني اضطرينا ان احنا ندفع هذا الثمن الغالي. واحنا برضو برجع اقول يعني لولا اهل مصر وشباب مصر هم اللي حموا مصر في الاسبوع اللي فات، واحنا كلنا عشناها. تمام. وانا يعني يجب ان احنا نكون حذرين. احنا داخلين في مرحله عايزه حكمه، وعايزه يعني التزام، وعايزه وفاء، وعايزه رؤيه واضحه للمستقبل. مظبوط. وبصراحه يعني مش مهم احنا، مهم المستقبل دلوقتي. مهم يعني المستقبل يعني لاولادنا. مستقبل اولادنا اهم منا النهارده، ولا يجب ان احنا نكون حريصين عليه، ويجب ان احنا نكون حاطين قدام عينينا ازاي ان احنا فعلا ندي المناخ الايجابي صحيح لشباب مصر ولمستقبل مصر، انه يمشي في الاتجاه الصحيح. مظبوط. يعني هو ده باشمهندس رشيد، مظبوط، كلام محترم جدا. اخر اسئلتي وهو سؤال في ذهن كل المشاهدين المصريين، حضرتك هترجع يا فندم؟ انا راجع، دي بلدي، وانا ما اقدرش ان انا ما اكونش في بلدي. انا في محنه، ويعلم الله المحنه اللي انا فيها، وانا عارف ان هتعدي بكرم من ربنا ورجال مصر الشرفاء. ولكن يعني انا مش عايز اتكلم عن نفسي، انا ما بتكلمش عن نفسي. لا، هو كل الكلام يا فندم ان في تصريح طلع من النيابه العامه من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود. انا اللي بتمناه، انا مش مهم، انا ممكن اروح وانتهي وما يحصلش حاجه. انا يهمني النهارده اولادي ويهمني. لا على فكره انا اسف، انا ضد المنطق ده شويه يا باشمهندس رشيد، لان في هذه الغضبة الشعبية اللي حصلت مطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاكمة اللي سرقوا أموال الشعب واللي نهبوا واللي استفادوا من السلطة واللي تربحوا والمتاجرة. هي الفكرة ان هو مش مطالبة عمياء، احنا عايزين الفاسد يطلع فاسد والبريء تظهر براءته، احنا مش عايزين في النهاية مقصلة للجميع. خلي بالك يا تامر، بص، من ضمن الأسئلة اللي سألها النهارده في البرنامج واللي بتجيلي من كل حتة في العالم. كل الناس بتتصل بيا في العالم وبتسألني سؤال يجب ان هو يكون في ذهننا. كل الناس بتكلمني وبتقول لي ايه مستقبل مصر الاقتصادي. ما ننساش الكلام ده، احنا بنتحرك. تمام. يعني ايوه السياسه طبعا والتغيير السياسي وكل شيء، ولكن لا ننسى مطالب المواطنين في النهايه، ومستقبلنا الاقتصادي النهارده ده كلام غايه في الاهميه، ومرتبط بان احنا نحقق استقرار، مرتبط ان احنا نخلق يعني مناخ ايجابي. قصه ان رجال اعمال وغير رجال، انا مش بدافع عن رجال اعمال، وانت عارف انا كنت دايما وقفت ضد فساد في حتت كتيره. انت اكتر واحد كنت بتقول لنا على فاسدين في مجتمع رجال الاعمال. من اكبر ناس لاصغر ناس، ولكن رجال الاعمال هم اولادنا وهم شبابنا وهم الناس اللي هيبنوا مصر. ما نقدرش ان احنا النهارده يعني نخلق مناخ ان الناس دي ما تتحركش. وصلت الفكره يا باشمهندس رشيد، وانا محترم في حضرتك جدا ان انت مش عايز تتكلم عن شخصك ولا عن قضيتك ولا عن الشكاوى المرفوعه، وعايز تتكلم عن مصر والوضع الاقتصادي والسياسي والامني في مصر بصفه عامه، وده شيء يحترم. وللامانه المهنيه ايضا، شكرا جزيلا يا باشمهندس. خلاص، الامانه المهنيه صدر تصريحات من النيابه العامه والسيد النائب العام بيقول فيها ان لسه لم نتأكد من إدانة أو تبرئة حد، لكن كل شكوى وصلتني أنا باخد إجراءات احتياطية بمنع السفر وتجميد الأموال لحد ما أحقق فيها، تطلع كيدية تطلع حقيقية. في النهاية أنا لا أملك إلا إن أنا أجمد الفلوس، مش بعد ما تطلع حقيقية ويدان ألاقي الفلوس كلها بره. وده كلام برضو محترم حفاظا على أموال الشعب. عندك مداخلات تاني؟ خلاص نركز بقى شوية.
حاضر. هو انا كنت قمت رحت الحمام ورجعت ما هو بعمل شغلي. الناس كلها كانت محتاجه تسمع عن مهندس رشيد، وكانت عايزه تعرف هيرجع ولا لا. وهو بالمناسبه احنا مش عايزين نعمل محاكم تفتيش. ايوه. لانه لو انا النهارده انا قاري في جرايد كل واحد متضايق من واحد ضده بلاغ. بالظبط. طب هيحصل حاله ذعر في البلد اقتصادي، يعني انا عندي ذعر دلوقتي امني هيخش في ذعر اقتصادي. خلي بالك كل الناس الاقتصاديين اللي في مصر او رجال الاعمال اللي في مصر فيهم طبعا شرفاء وفيهم فاسدين طبعا، لكن ما تنساش انهم مرتبطين ببعض شركائهم في الدول العربيه والاوروبيه. لما يلاقوا ده اتقبض عليه وده اتحبس وده اسمه، حتى مجرد اسمه، وانت عارف راس المال جبان، بمجرد اي شوشره بيتقال عليه اسمه طلط. بالظبط. نرجع بقى للمشهد. نرجع للمشهد. كنت هتعدد لي اولا، انت قلت عليهم اصحاب الاقنعه والمزايدين، وقلت على لسانك الخونه. شوف، يوم 25 يعني احنا بس مش عايزين نبالغ، لا نهون ولا نهول. مظبوط. هذه ليست ثوره من وجهه نظرك، وهؤلاء ليسوا ثوار. من وجهه نظرك. ما هو كل واحد بيقول وجهه نظره. طبعا. هذه انتفاضه شباب، شباب نقي بدأ يوم 25، تجمعوا حول الشبكه الاجتماعيه، ليهم مطالب كلها مطالب مشروعه، خرجوا كلهم في يوم 25 يناير، معظمهم ولاد الطبقه المتوسطه. خلي بالك اللي خرج يوم 25 يناير، وانا شفت الولاد بيقولوا انا مش عارف شغال في بنك ايه، انا في شركه بترول ايه، معظمهم ولاد الطبقه المتوسطه، ولبسهم طبعا واضح انهم ولاد طبقه متوسطه. 25 يناير كان الشباب بيطالب بالحريه، بيطالب بديمقراطيه، بيقول ضد الفساد. يوم الجمعه كان المشهد مختلف تماما. جمعه الغضب. كانت الاسر. ال 25 يناير كان الشباب، انضم الاسر، هتلاقي الاب والام والابن رايحين. فنتفق، انا رايي انها انتفاضه. طيب اذا انت تسمي ما حدث انتفاضه شعبيه للتعبير عن غضبه الشباب عما يحدث في الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه حتى والاسريه. ماشي. هدفها الاساسي التغيير. هو ما كانش هدفه الاساسي التغيير، هو بينادي زي ما حصل في 68 طلع الشباب مظاهرات ضد جمال عبد الناصر، وزي ما طلع 72. ماشي، يعني انا موافق عايز اقول انها سلسله ان هؤلاء الشباب. ما انا موافق ان انا امشي مع حضرتك، بس في النهايه عشان اتكلم على نقاء الهدف. لا، هي دول أيوة. الشبان عندهم الطهاره. ايوه. ولم يلوثوا. تمام. دولت لانك حرمتهم، وياما قلت في التلفزيونات. انا ليه بفهم في السياسه شويه وغيري؟ لاننا لما كنا في الجامعه كان في اتحاد طلبه بجد وانتخابات بجد، الامن ما كانش بيتدخل ولا العميد بيتدخل ولا ناس بتستبعد، وكان في بمارس حياتي الطبيعيه السياسيه. الوعي السياسي كان بيتشكل في الجامعه. بالظبط. لما بطلع بعد كده، لا مش الجامعه ده، انا فاكر 68 مظاهرات 68، انا كنت لسه طالب ثانوي وطلعت في المظاهرات 68 وانا طالب في الثانوي. ليه؟ لانه في الوقت ده بالرغم ان كان في قهر، بقول تاني 68 لان هتكلم فيه دلوقتي، الا الناس طلعت. واعتقد احد الاخ منعم الفتوح كان من الشباب اللي طلع في انور السادات، وكان في الدكتور عبد الحميد حسن الله يرحمه طلع في المظاهره اللي هي ضد جمال عبد الناصر عقب الاحكام التي صدرت في ضد صدقي محمود، كان مظبوط. قائد الطيران المصري. تمام. بس انا عايز افرق بين حريه التعبير وقله الادب والتطاول والسفاله. حضرتك من حقك دلوقتي تقول لي استاذ مرتضى الكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي، انا مش مقتنع بيه، لكن ما تقدرش تقول لي غور، ما تقدرش تقول لي يا خنزير، لان حضرتك لما يتقال لي الكلام ده يبقى خرجنا من اطار حريه التعبير لاطار قله الادب والسفاله. الولاد لما طلعوا اول يوم كانت طلباتهم معروفه ومحدوده وكلنا بنقولها من زمان. تمام. والشرطه في اليوم ده حوطتهم بحب، لان احنا مهما يحدث الضابط هيبقى ابن اخوك، ابن عمتك، اخوك، صاحبك. لا ده متفقين عليه. العسكري ده الغلبان بس ده الا قليلا، يعني مش في حب قوي، الا قليلا. في كل مجال هتلاقي المنحرف، في القضاء، في المذيعين، في الشرطه، في النيابه، في المحاماه، في كل مجال. تمام. وبعدين الضابط اللي بيعذب لو شغلته وكيل نيابه او قاضي هيعذب، لو شغلته محامي هيمسك الموكلين هيضربهم. فدي بتبقى ده راجل مريض نفسيا، ده ملوش علاقه بالجهاز. احنا عايزين نفرق بين الوظيفه، عايزين نفرق بين المحاماه، عايزين نفرق بين القضاء، وعايزين نفرق بين القاضي. لا طب اللي انت بتقوله ده يدفعني ان انا
يعني اتوقف في حته مهمه، لان عليها حاله من حالات التوافق الشعبي او المجتمعي. اتفضل. في تحفظات كثيره على طريقه تعاطي او تعامل الجهاز الامني في الفترات السابقه مع، مش هقول لك مع المتظاهرين او حتى المشاغبين، مع المواطن مع العادي. المواطن بالظبط. كان الموضوع عباره عن امن سياسي مش امن المواطن، كان الحفاظ على امن الدوله مش امن المواطن. تمام. برضو لما نيجي نتكلم عن امن الدوله، ما هو مش عيب انا احافظ على امن الدوله، بس وانا بحافظ على امن الدوله لوحده. احافظ على كرامه المواطن. ايوه. وانا بحافظ على امن الدوله بخدم المواطن، اللي هي الشرطه في خدمه الشعب. هو ده الكلام. لازم يبقى ده مع بعضه. لكن يعني خليني بقى اكمل لك المشهد. احنا اتفقنا ان انا رايي ان دي انتفاضه. تمام. من دخل على هذه الانتفاضه بقى؟ ناخد المشهد واحد واحد. اتفضل. الاستاذ محمد حسنين هيكل، هناخدهم مجموعه مجموعه كده، والسيده هدى عبد الناصر، والسيد احمد كمال ابو المجد. ليه انا قلت الثلاثه دول مع بعض؟ لان احمد كمال ابو المجد كان امين الشباب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، واحد من الذين كانوا موجودين في عهد جمال عبد الناصر. احمد كمال المجد او الدكتور احمد كمال المجد السيد دلوقتي دكتور أحمد المفروض ان هو في لجنه الحكماء. هو اي حد بيضرب حقن يبقى حكيم؟ يا استاذ الفاضل، ما هو احنا دلوقتي، ما انا عندي مشكله. دي لجنه الحكماء، ودي جبهه التغيير، ودي جبهه البرادعي، ودي 6 ابريل، ودي 17 مايو، وده كوبري اكتوبر. ما ينفعش يا جماعه. ما هي مصر مش بتوزع. مصر ليها طلبات. طلبات الشعب العادي اللي انا اقولها لك دلوقتي، اللي انا قلتها في مجلس الشعب، وهدنا اقولها، ما بخافش هقولها. اللي انا كاتبها في كتابي. نيجي ناخد المجموعه دي اللي طب قول لي ليه الثلاثه دول حطيتهم في حزمه واحده؟ لانه دي حقبه ناصريه. نريد ان نتحدث عن حقبه الناصريه. انا بس عايز اقول ان ثوره 23 يوليو او انقلاب 23 يوليو زي ما سماها حزب الوفد، في البدايه كانت ثوره شعب او حركه شعب. ناس شبان زي الشبان اللي في ميدان التحرير نزلوا قالوا هذا الملك فاسد. ست لميس جابر لما كتبت الدكتور يونان عرفنا انه كان ايام الملك الفاسد ده، وكان في احزاب، وكان في مصطفى النحاس، وكان فؤاد سراج الدين. كانت افضل فترات الحياه السياسيه. والراجل كان عايز ينقل الراجل في الجمرك، فقعد يتحايل على فؤاد سراج الدين. كان وزير الماليه قال له لا، مش هنقول له عايز تنقله ليه. الراجل احرج عشان يقول له عشان امي. صحيح. واخد بالك؟ يعني هو بعيدا عن فساد ولا صلاح الملك، بس حياه في سياسيه وتداول سلطه وكان في وكل صحافه، حاجة. وكان مظبوط. في العقاد طلع، كان في البرلمان محمود عباس العقاد. أيوة. طلع اتكلم وقال كلمه شهيره جدا، ويمكن خد 6 اشهر سجن، لكن قال كلمته. ده العقاد. لما تيجي النهارده تتكلم عن المشهد بقى، انا بكلم الاستاذ هيكل. أيوة. الاستاذ هيكل منذ بدايه الانقلاب او الحركه او الثوره هو جزء من النظام. جزء من نظام جمال عبد الناصر، جزء من النظام الناصري. هو الذي كان يروج في يوم الجمعه بصراحه لهذه الحقبه. هو الذي قال لنا ان هزيمه 67 كانت نكسه، كان بيدلعها. خلاص. تعال ناخد يعني ناخد بقى الفتره، من نرجع بالاشخاص، ناخد الفتره. في هذه الفتره سنه 16 يناير 53 صدر قرار مجلس قياده الثوره بحل الاحزاب. وبعد حل الاحزاب وجدنا فؤاد سراج الدين وغيره موجودين في السجون. تمام. وعملوا معامله سيئه. ده كان التعذيب في الوقت ده. ثم بدأ بعد ما تخلص من الأحزاب، لو نفتكر حركة الفرسان بقيادة جمال منصور في مارس 54 قالوا نرجع السكنات. احنا دورنا ملك فاسد شلناه، ترجع الحياة الطبيعية والأحزاب ترجع. ماذا فعلوا معه؟ تم اعتقال مجموعة من ضباط الفرسان في 54 عشان قالها كلمة جمال منصور. قال ايه؟ قال لقد تخلصنا من ملك فاسد. احنا بقينا 14 ملك. تمام. ودي عمليه في منتهى الخطوره. لما تيجي النهارده، طب انا مش عايزك ترجعني ورا قوي، بس علشان لا بس الناس عشان كلها عايزه لا تقرا أنا بس المشهد دلوقتي. لا انا عايز بس عشان الجيل الجديد يعرف. انا بقول دلوقتي دي عصور، معلش. ماشي ما انا بقول لحضرتك بس ناخد منها لقطات. لما تيجي النهارده، هل كانت هناك حريه صحافه؟ ما انا عايز اقول للاخوه الشباب ولادنا اللي في ميدان التحرير، القصه مش 30 سنه، لا، القصه من 52. هل كانت هناك حريه صحافه؟ لا. ابو الفتح كان المصري اتصادر، وفي واحد هرب والتاني دخل السجن. اللي كان بينطق مجرد انه ينطق من صحفيين
كان على طول يوديه باتا، يوديه شركه من شركات القطاع. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس، ده غني وده كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلها زي بعضها. تمام. انا راجل تعبت وعملت مكتب واشتغلت وعملت لولادي، وفي واحد محامي كسلان ما اشتغلش نايم، راحت واخده مني كل اللي عندي وادته لهذا الكسلان. للاسف ده اللي حصل. وابتدوا يوزعوا بقى القصر ده تاخده صاحبه الراجل الضابط ده، والقصر ده تاخده مرات القائد ده. كانوا في الثوره يعني. تمام. وكلنا عارفين الاميره، قصه الاميره فايزه، وعارفين عبد الحكيم عامر، وعارفين الاخ علي صبري. كل واحد راح يتجوز فنانه، القصه اللي احنا كلنا عارفينها. تمام. تعالى بقى خد. طب ممكن قبل اخد حاجه؟ اتفضل. يعني وحضرتك بتتكلم عن موضوع الاعلام وحريه الاعلام، وكمان فكره ان عايز توري الشباب اللي في ميدان التحرير دلوقتي اللي عنده 20 و25 و30 سنه ان الموضوع قصته باديه من الخمسينات. 52 54 52 54. تمام. طيب خليني كاني قمت وقعد مكاني دلوقتي واحد من القاعدين في ميدان التحرير. اتفضل. في عندك مشكله؟ لا بتفضل. تمام. احنا حوار محترم كويس. المفروض. ما انا بقول لحضرتك كأن انا انت وراك حاجه؟ لا. اللي بيشوفونا ورانا حاجه؟ هم وراهم، بس خلينا معاك. والله اللي عايز ينام ينام، اللي عايز يروح ميدان التحرير يروح، انا معاك. تمام. اتفضل. هتقول لي من الخمسينات، هقول لك انا ما كنتش عايش من الخمسينات، انا مولود 80 85 90، عندي 25 سنه. وحريه الاعلام وحريه الصحافه اللي حضرتك بتقول انها واحده من مزايا النظام دي، هي اللي خلتني اعرف ان انا ليا حقوق مش واخدها، وهي اللي خلتني اعرف ان انا فقران بطريقه مش منطقيه، وفي موارد في الدوله، وان في فاسدين بياخدوا حقي قبل ما يوصل لي. فدي وسيله انا هقف بيها واعمل هذه الثوره واقول لا انا هعيش افضل. استاذ تامر، انا براهن على ذكائك. اتفضل. انا اتحدث عن من يركب الموجه الان وكانوا جزء من نظام بيعمل عكس اللي بيقولوه دلوقتي. وانا يعني وانا بقول لك ده كويس، ان انا بقول لك انا يعني تاني ما هو انا عشان كده عايزك أنا نفصص. انا بتحدث الان في شباب بيقولوا الكلام ده، وفي مزايدين، وفي راكبين موضه، ده انا بقوله، وفي اصحاب اقنعه. احنا خدنا واحده واحده. انا قلت لك ايه؟ نمره واحد بناخد الست هدى عبد الناصر اللي انضمت، والسيد هيكل اللي بيكتب مقالات، فجاه الماسوره اتفجرت بتاعت المقالات، ثم الاخ احمد كمال ابو المجد. انا اتحدث عن حقبه. خلاص ليه لسه بقى. انا النهارده في 56. مش في كانت اتفاقيه قناه السويس انها تعود سنه 68؟ ايوه. لما انا رجعتها قبلها ب 12 سنه. تمام. ماذا حدث؟ بورسعيد دي مش اتدمرت؟ وتم احتلال مضايق تيران، وكانت السفن الاسرائيليه عشان بيقول الكرامه والكبرياء بتعدي من المضايق. تمام. ترفع علم بنما، ترفع اي علم، لكن كانت بتعدي. مظبوط. تمام. لما جينا دخلنا في معارك وهميه، اليمن روحوا اليمن، الذهب بتاعنا روحوا الجزائر. تمام. وفرتكنا الغطاء الذهبي بتاع مصر الى ان جاء مشهد 67. هو في يا جماعه في حرب وزير الحربيه يجيب الدكتور رؤوف الله يرحمه عبيد ويقول له حضر لي الروح احارب امتى؟ هذا الذي كتبه هيكل على فكره في صلاح يوم الجمعه. يقوم يقول له حارب بكره، انزل ينضرب الطيران بتاعي في الارض. وينضرب الطيران ليه؟ علشان السيد قائد العام للقوات المسلحه كان في حفله قبلها بليله ورجب الطياره، فخاف يضربه بمدفعيه تضرب، فسابوا اسرائيل تخش. 67 كانت مهزله. لما جينا في 67 انكسرنا وانهزمنا. 68 حصل ايه؟ 8 بس بوريك، بس بوري الشباب نماذج عشان الناس اللي بتتاجر دلوقتي وبتزايد. 68 القضاه قالوا احنا معترضين على بيان 30 مارس، احنا عايزين حريه، عايزين قاده مستقله. ايه اللي حصل؟ القاضي في قضاه اترموا من بلكونات، وفي قضاه قعدوا في بيتهم، وفي قضاه اتفصلوا منهم. تمام. كان رئيس محكمه النقض المستشار عادل يونس وممتاز نصار، هذه المجموعات كلها، ويحيى الرفاعي ومقبل شاكر. اذا لم يكن كان هناك استقلال للقدر اللي بيتاجروا دلوقتي هيكل. لم يكن عندي جيش قوي، ودي اللي انهزمت في 67 هزيمه منكره، وخليت اسرائيل اللي هي قلنا هننفخها في ثانيه، اللي هقول لك في 23 حصل معاه ايه؟ مفيش صحافه، مفيش حريه صحافه، الشاب اللي كان بيتكلم بيعتقل. ثم خذ هذا المشهد اخاطب الاخوان المسلمين. اولا سنه 66 احنا كده قفلنا الحزبه الاولانيه الناصريه، احمد كمال ابو المجد وهدى عبد الناصر وفاضل حاجه واحده، هيكل مع حفظ الالقاب. انا سيد هيكل اللي رحت اشتغلت في قناه قطر بالملايين الدولارات، وهنتكلم عنها دلوقتي، وتنظر. انا شايف مشهد
عندما تولى الرئيس مبارك المسؤوليه هيكل يخرج من السجن ومعه فؤاد باشا سراج الدين ومعه كوكبه منها نوال السعداوي اللي بتشتم دلوقتي، ويستقبلهم في قصر الرئاسه ويقول لهم مصر ملككم كلكم، طلعهم كلهم السجون. ده مين بقى؟ ده حسني مبارك. ايوه اللي بنشتمه دلوقتي. وهذا المشهد نراه الان. يخرج الدكتور محمد مرسي وهو قياده كبيره في الاخوان المسلمين وكان زميلي في مجلس الشعب وراجل مثقف واتبهدل هو وابنه على فكره. تمام. المشهد الان يتكرر، يطلع محمد مرسي سواء هرب من السجن او خرج من السجن ليجلس مع السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه. المشهد في البدايه مشهد حضاري والمشهد اليوم مشهد حضاري، لكني اريد ان اذكر الاخوه بعض الاخوه في الاخوان المسلمين هم اتبهدلوا لكنهم ظلموا واتظلموا. انت مش عارف انت عايز ايه. انت عايز سياسه؟ قول انا عندي حزب سياسي، بس لما تقول انا في بيتي بقول قال الله ورسول. تمام. لكن لما تحكمني بقال الله ورسول انا اخاف، لاني لو خالفتك يبقى خالفت قال الله ورسول. في فرق بين انك انت تحط القران، وطبعا في ناس اخوه مسيحيين كتير موجودين طبعا، انك كل ما اختلف معاك تجيب لي القران، يبقى اذا انا راجل تتحول الدوله المصريه المدنيه الى دوله دينيه. لكن كل واحد في بيتنا فيه القران وكل واحد في بيته في مسيحي فيه الانجيل. النهارده الاخوان المسلمين بيعملوا ايه؟ بيقول لك ان نحن لنا شروط مسبقه زي ما سمعت في الحوار. انا اول مره يا جماعه اعرف ان ناس قاعده تتحاور تفرض شروط قبل كده. انا بقول هذه فرصه العمر. هذه المحظوره كانت منذ اسبوعين، اصبحت الان ليست محظوره، وحتى لا يزايد احد. جمال حشمت شايفني وسمعني، الدكتور جمال حشمت وهو قيادي اخواني، عندما مجلس الشعب قرر ان يسقط عدويته لصدور حكم ضده، حكم بانه يطلع من المجلس، الوحيد اللي وقف يدافع عن جمال حشمت هو انا. ليه؟ لانك عايز تطلع جمال حشمت، طلع 200 300 واحد صدرت ضدهم احكام من الحزب الوطني. تعال بقى نشوف. طيب قبل ما تعالى في تعقيب بس لاننا خضني الحقيقه. الجيوفيزيقي الاستاذ مصطفى باعت بيقول لي يا تامر برجاء التكرم ان توضح معنى كلمه رصاصه في السواد التي اطلقها المهندس رشيد، بما ان اوباما من سواد امريكا، مع احترامي هذا لا يليق ومعناه عنصريه. حضرتك وديت الكلام في سكه تانية خالص يا باشمهندس مصطفى. انا بقول لما المهندس رشيد قال ان موقف الاداره الامريكيه وموقف اوباما يتسم بالغباء، بقول له رصاصه في السواده. السواده دي عارف حضرتك لوحه النشان؟ بيبقى في النص الحته اللي فيها اللي هي بتبقى يعني صوبت بدقه جدا عشان اسمها السواده، فبقول رصاصه في السواده مش رصاصه في السود. السود احنا هنرجع للابارتايد والكلام ده طبعا، لا مع كامل احترامي بس لازم التوضيح. انا فاضلي بس جزء في الاخوه بتاع الاخوان المسلمين. انا 66 تم القبض على الشيخ سيد قطب ابراهيم. وهذا الرجل عذب ومعه الحاجه زينب الغزالي الجبيلي. وصدر حكم في مارس 66 من الاستاذ الفريق اول محمد الدجوي، محمد فؤاد الدجوي. تمام. شوف انا هديك بس نوعيه من الاسئله اللي كانت بتسال عشان ايه الاخوان يشوفوا الفرق. سال سيد قطب الدجوي قال له سؤالي تعرف تعد صوابعك؟ ده في محكمه يا راجل، يعني في واحد في محكمه يقول له واحد حوار كده. ايوه بيه انا عندي تحقيقات. وقال له انت ليه المبني للمعلوم ما بتعملوش مبني للمجهول؟ قال له خلاص نخليه مبني للمجهول. فقال له انت قليل الادب. الاخوان عارفين لو طبعا هم عندهم ده تراث. خلاص انت خائن. الله، في واحد يصدر حكم ضد واحد هيحاكمه ويقول له انت خائن قبل يصدر الحكم. هذه كانت محاكمات ايام جمال عبد الناصر. ماذا حدث؟ سيد قطب معه 6 آخرين تم اعدامهم. حميده اخت سيد قطب خدت 10 سنين. الست اللي زينب الغزالي الجبالي اللي هي اخت سيف الغزالي خدت اشغال شقه مبادئ. عملوا ايه؟ ودوها السجن الحربي، كانوا بيلبسوها لبس راجل. مش عايز اقول لك العذاب والتعذيب بالعسي كان ايه. هذا طيب. المشهد عايز اقول لاخوان المسلمين هذه فرصه. انتم من 54 منذ اختلفتم مع جمال عبد الناصر انتم مظلومين مقهورين، وبعدين دخلنا بقى قبل كده عشان نقراشي باشا. مظبوط. النهارده انت لما تيجي يا اخوان يا مسلمين اصبحتم النهارده قوه شرعيه في البلد يجتمع بكم نائب رئيس الجمهوريه. اوعى تضيع الفرصه دي، لانها لو ضاعت من يضمن بكره يجي يقعد معاك تاني. انا شفت سعد الكتاتني وشفت الدكتور محمد مرسي وخلاص انضموا. خليكم مع الشعب، وانتم قطاع كبير من الشعب. ما هو بصراحه الوضع المائع اللي كان موجود قبل كده ان هم تنظيم وبنشوفهم وبنتكلم معاهم ويقول لك محظور مش موجود.
ما هو ده كان له الخفي. مش كده؟ عارف الاغنيه بتاعت انا عايش ومش عايش؟ اه موجود ومش موجود. هل تعلم يا هيكل انه سنه 54 كان في راجل محترم اسمه عبد الرازق الصنهوري، طبعا رئيس مجلس الدوله. هل تعلم وانت كنت في هذا الوقت جزء من النظام، عندما قال لضباط الحركه او الثوره عودوا الى سجنكم ورجعوا الاحزاب والصحافه الحره، هل تعلم ان البوليس الحربي راح ضربه بالجزم في قلب مجلس الدوله؟ هذه الحقبه، فلا تتحدث الان. طيب انت الان تتكلم عن اخوان مسلمين يغتنموا الفرصه الذهبيه اللي عندهم دلوقتي عشان يبقوا مشروعين في الحياه السياسيه. وهيبقوا مشروعين. طيب نخش بقى، لان احنا كده هنقعد 3 ايام، لسه 3 طويله. ما جبتش معايا اكل وبيجامات. لو زهقان روح وخليني لوحدي. بس كده كمان ده احتلال مصر النهارده. خليك بقى شوف الاستاذ البرادعي، احنا بناخد قوه كده. البرادعي عنده مشكله نفسيه ولازم يتعالج، وهذه المشكله على فكره انا بقول على مسؤوليتي. طبعا الاخ محمد البرادعي لديه مشكله نفسيه، حتى بيبان في عينه لما تقعد تتهز لوحدها وشفايفه تتهز لوحدها. ده عنده مشكله نفسيه. ايه مشكلته النفسيه؟ هو كان مرشح. اصل انت كده هتضطر تخليني اتقمص دور من تاتي بذكرهم. يعني عايزك ترد معايا. انا ليه بقول له روح للدكتور احمد عكاشه؟ هو عنده مشكله مع النظام، ودي مشكلتنا دلوقتي. زي ما قلت لك، شباب ناقي طلع، اسر طلعت يوم الجمعه، كل واحد عنده مشكله دخل. ايه البرادعي بقى؟ هذا الرجل الذي كرمته الدوله وليس حسني مبارك، اللي اداله وسام ايه بقى؟ قلاده النيل. قلاده النيل، اعلى وسام. لا، واللي اداهوله حسني مبارك، الرئيس مبارك. تمام، منتظر اداهوله. ايوه تمام. الراجل ده اول ما جه انا اتشائمت. واللي ليه؟ فجاه لقينا انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، وحتى حسني مبارك وقع وراح المانيا يتعالج. البلد اتلخبطت. يا استاذ برادعي، انت عندك مشكله مع محمد شاكر اللي هو كان سفيرنا اعتقد في لندن. مصر رشحت هذا الرجل وانت كنت عايز تبقى مرشح. امريكا رشحتك، امريكا جابتك، خلاص احنا موافقين، وكنت شرف لكل مصري. ولكن من الذي دمر العراق؟ انت. لا، هو مش انت كنت رئيس هذه الطاقه النوويه ولا الذريه ايام ما كانت. خليني بقى اهو حط ماسك البرادعي. اكمل بس، خليني اكمل الجمله. ما انا انت يا بيه اكمل معاك اكمل. طب اديني اكمل. انا كده هروح بجد. اديني بس اكمل. بعت لي خير رمضان، لو زهقت بعت لي خير. حاضر، هنتناوب عليك. البرادعي كتب تقرير عن القنابل النوويه اللي في اسرائيل، كتب عن 3: مصر، سوريا، العراق. لم يجرؤ ان يكتب حرفا واحدا عن اللي في اسرائيل. ليه؟ لان الراجل ده بقى له 25 سنه مقعدينه في النمسا، وقاعد في النمسا، والست اسمها قالت لك ايه؟ ليالي الانس في النمسا ولا فيينا. هو كان قاعد في فيينا. طب يا استاذ برادعي، طب لا، انا هنا لازم ارد. ما مين اللي قال ان انا كنت في ليالي انس ولا مقعدني؟ انا كنت ممثل مصر في مهمه قوميه، خدت بسببها قلاده النيل وخدت نوبل السلام. ما انا عايز اقول لك حاجه، يعني المفروض المصريين يفرحوا بيا، مش يقولوا ان انا كنت قاعد بتفسح في النمسا. ما هو رابين خد نوبل السلام، هو في ايه؟ واللي كتب ولاد حارتنا اللي كلمت عن ربنا سبحانه وتعالى وقالت ان هو الفتوه استغفر الله العظيم، ما خد نوبل. يا استاذ نوبل دي يتحكم فيها، انت عارف مين؟ انت بتتكلم عن نوبل، نوبل بقت اوبل. بس لا معلش، مع تحفظي، انا اقول رايي، مع تحفظي نوبل بقت اوبل، معلش. تمام. الوحيد الذي شرفنا وبحترمه للاسف الشديد هذا الرجل الذي عندما تحدث الناس قالت لك يا عم ده خايف، هو احمد زويل. هذا الرجل العالم الجليل عندما يتحدث استمع له. سيبك ان هو زملكاوي. طيب بعيدا عن الكلام اللي انا برضه متحفظ عليه، بس ما انا لسه جاي في البرادعي. طيب اتفضل، هنتكلم مع بعض والله. اتفضل. مع ان متحفظ على فكره بس بربشه ودكتور نفساني. يروح من الدكتور نفساني مشكله. ماشي، ما يعني انا ممكن اروح لدكتور نفساني في اي وقت. هو انت ما تروحش عند دكتور نفساني لما بتتعب؟ لا، ما بروحش. هتروح قريب غالبا بعد الحلقه. بعد الحلقه. شوف، عندما يتحدث البرادعي يقول لك انا مفوض للحديث في الداخل والخارج. عايز اعرف الخارج دي يا استاذ برادعي مين؟ لازم تقول لنا. اولا، من فوضك تتحدث باسمنا؟ ادي واحد. تمام. 2، انا مش عايز اقول دي احسن،
انا مش عارف خالد ابو نجا لازق له ليه بصراحه. يعني بصراحه يعني مش عارف، يعني خلينا نتكلم بقى. طب انا هحاسبها لك بجد وعيش معاه بقى. خلينا نتكلم بجد. هل يعني انا سمعت البرادعي احاديثهم كثيره في CNN وفي الBBC. راجل بيقول لك ساسمح بالبهائيه. البهائيه ربنا سبحانه وتعالى قال ان سيدنا محمد هو خاتم النبيين والرسل عليه الصلاه والسلام. هم قال لك عبد البهاء. عم بهاء ده راجل يا جماعه كان حرامي في ايران خلاص. قال لك انا هسمح بالشذوذ الجنسي. يا سلام، ايه ده؟ هي دي تبقى مصر؟ هو ده التقدم؟ يا استاذ الفاضل، عندما حضر البرادعي وانا شفت المشهد اللي حواليه، وانا من اول يوم قلت ما مش جاي اقولها النهارده، من زمان. تمام. ويجلس وحذائه اللي هو 60 ده في وشنا كلنا، ويتحدث بعجرفه شديده، واللي عايز يروح بيته ده لسه مش رئيس جمهوريه لازم يتفتش وعامل امن لنفسه، ثم بيجي يقعد 3 ايام هنا ويقعد شهرين بره، يقعد 3 ايام هنا وشهرين بره. هو انا جايب رئيس جمهوريه تيك اواي؟ لا انا عايز رئيس جمهوريه من هنا. ثم خليني اكمل بس معلش. طيب. كل هذا على مسؤوليتي. ما طبعا البرادعي وخالد ابو النجا واللي معاهم اللي عايز يرفع قضيه، انا موجود يا خالد، ما عنديش مشكله. لما تيجي النهارده، هل عانيت مع شعب مصر يا برادعي لما كنا بنشرب الميه مخلوطه بميه المجاري؟ هل عانيت مع شعب مصر قبل مترو الانفاق وشبكه الطرق دي لما كنا بنيجي نقول مثلا تاكس شبرا يقول لك مش نازل شبرا دي كلها مجاري؟ هل انت اشتركت في حرب 73؟ تمام. هل اشتركت انت يعني اللي عندك نضال طيب سياسي؟ وبالمناسبه هي مش اضافه ولا تحفظ، لكن هي يعني مقوله برضو مهنيه، ان كثير جدا من الشباب سواء على المواقع والفيسبوك وتويتر والموجودين في ميدان التحرير رفضوا ان البرادعي يمثلهم. ده كلام محترم. وقالوا ان مش عايزين حد يجي من بره على بقى دبابه او على كذا. ويوم 25 الانتفاضة. ويوم 25 يناير ده راجل راح اجتمع مع السفيره الامريكيه. يا جماعه ده مصطفى امين قعد 5 دقائق مع الراجل ملحق الثقافي ولا ملحق الاقتصادي بتاع السفاره الامريكيه، خد 25 سنه. ده الملك فاروق لما جم يشيلوه يا استاذ هيكل قلتوا عملاء السفارات الاجنبيه. يا استاذ الفاضل دلوقتي بيقعدوا عندي الست هاله قعدت مع السفير الاسرائيلي وقفلت، وهي تعمل في مؤسسه قوميه، لما سالته انا حر اقعد معاه، حره تقعدي معاه، ادي واحد. 2 الاخ بقى تقعد مع السفيره بصفتك ايه؟ يعني اي مواطن دلوقتي يطلع على السفيره الامريكيه يقول لها ايه؟ طب احنا عايزين، لا هو الراجل قاعد عشان عنده اجنده جاي بيها. زي ما حضرتك قلت يوم 25 يناير بقى، سيبك من اللي فات ده كله. هل دخلت انتخابات قبل كده مجلس شعب زي كده وانضرب عليك نار وولعوا في اللجان يا برادعي؟ لا. هل انت راجل انتخبوك رئيس نادي الزمالك وحلوك وحدوا حيلك؟ لا. امال انت راجل لا مناضل ولا مكافح، انت جاي دلوقتي يعني مش فاهم متقشر عشان تبقى رئيس مصر. لما تيجي النهارده في 25 يناير، طب ما هقول لك حاجه على كان البلد اين كان؟ ماشي. هو سؤالي. الناس كلها انتقدت غيابه عن 25 يناير. قال لي بقى جوابه. قال لك لم اكن اريد ان اسرق ثوره هؤلاء الشباب. تمام يا راجل، ده انا كل ما بفتح الحنفيه الاقيك يا في CNN يا في الBBC يا في العربيه او العبريه. ده انت راجل يا اخي حرام عليك، ده انت مش سرقت الثوره، ده انت سرقت الثوره، سرقتنا كلنا. طيب مع كل هذه الانتقادات اللي حضرتك وجهتها للبرادعي، هنيجي ونقول هي مش الديمقراطيه ان خلاص اولا الرئيس مبارك قال ان انا ماشي في سبتمبر، تمام، وهيتعمل انتخابات رئاسيه حره ونزيهه، تمام، ما تسيبنا تقدم وكل الشعب يقول لي احنا مش عايزينك. يا بيه انا ماسكه. ليه رافضني؟ ثانيه واحده، هل بدانا الان الدعايه الانتخابيه؟ ما هو لسه مفيش دعايه انتخابيه. اول ما تبدا الدعايه الانتخابيه يا عم برادعي خلاص تعالى. وانا قلت له قبل كده انت عملت كلام عن شعب مصر، ركبت التوك توك، انا ركبت التوك توك، رحت بلاد دكرور ما رحتش بلاد دكرور، رحت امبابه، رحت شبرا ما رحتش، ما عملش ده كل ده يا بيه مع احترامي الشديد. هذا الرجل جاي لتنفيذ اجنده محدده. ثم انا شفت الاخ عمرو اديب وليه كلام عنه، ما تقوليش ده بقى زميله من زميل دلوقتي انت بننتقد. انا شفت الاخ كان في معمول حوار، فصوروه بنت صاحبه بنته صورته او نزلته على الموقع بيشربوا خمر. انت دلوقتي هتنتقد مين عشان ابقى عارف؟ لا انا لسه بس الاول في البلدي اخر حاجه. في البلدي بيشربوا خمر خلاص. فقال لك وايه يعني؟ مين اللي قال لك؟ الناس اللي بيدافعوا عن البلدي. الاخ ابن القرضاوي، الشيخ القرضاوي الجنسيه القطريه وهنيجي عليه دلوقتي، قال لك وايه يعني؟ طب ما يشرب خمر. الله، البرادعي اللي عايز شذوذ جنسي وخمره فجاه راح بقى له 5 ايام راح مربي دقنه، وصل راح مربي دقنه. شوف بقى التملق، خلاص بقى اخوان مسلمين، ومسك السبحه وعلى فكره دقنه اسبوع هتلاقي كده. يا استاذ الفاضل، انا اعرف ان الراجل ما بيغيرش مبادئه. المبادئ ما بتغيرش زي البق اللي مصنه الكرافتات والجزم. اللي عنده مبدا ما بيغيروش. انا ليا موقف محدد من رئيس مبارك مش هغيره.
لو رئيس مبارك بقى رئيس جمهوريه بقى عمده في الخارج في الداخل، انا مش هغيره، لان الناس اللي غيرت ونطت من المركب دول اوعى تفتكر ان في حد بيحترمهم. فالنهارده تيجي طيب حاجه لحته الاقنعه دي. اتفضل. بس عندي سؤال، في فاصل يا عماد، ممكن ناخد فاصل؟ تامر تعب. طبعا. هاتولي خير. لا ما طب تعبتش، ناخد بس الفاصل. هناخد فاصل 10 دقايق بس. هو سؤالي قبل ما اروح لا للفاصل، ونعمل فاصل الاول عشان متعلق بالبرادعي عشان ما اتكلمش على البرادعي تاني. وشك اصفر. وش اصفر؟ في ارهاق. ما انا قلت لك طلع للدكتور بعد طيب الفاصل. ماشي. سؤال، هل كل هذه التحفظات والانتقادات للدكتور البرادعي ليها علاقه بانك تدافع عن الرئيس مبارك؟ لا يا استاذ الفاضل، ما انا عايز انا بقول مش أوضح عايز المواقف. تاني بقول اهو. أيوة. انا بقول كل دول ليه؟ هؤلاء الذين يزايدون الان على ثوره الشباب او انتفاضه الشباب او حلم الشباب، بقول لك موقف كل واحد عشان احنا عرفنا. ملوش علاقه بمناصره للنظام. يا استاذ الفاضل، حسني مبارك النظام بقول لك تاني حبسني 3 مرات. هو حسني مبارك كان جابني وزير ولا محافظ؟ حسني مبارك الناس تنتخبني رئيس نادي الزمالك، حسن صقري بيحلني، الناس تنتخبني في مجلس الشعب بيسقطوني بالتزوير. يا استاذ الفاضل هنقف عند حلني دي. حلني وحلني لو الحوار ده خلص نروح لفاصل.